السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. النهارده بقى جايين نعمل حاجة كل الاطفال بتحبها، الكريب. طبعا الكريب غالي جدا جدا في المحلات، يعني انت عايزة تشتري كريب يعني للأسرة كلها، يعني الواحدة ب30 جنيه، دي اقل حاجة. يعني اذا ما كانتش غليت دلوقتي بسبب الطماطم غليت وكده، هتبقى مثلا هتدخلي لك في 200 جنيه او اكتر كمان. دلوقتي هنعمل كريب اقتصادي من غير لا لبن ولا بيض، بيدوبك كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه. اقتصادي جدا ومفيش بقى اسهل من كده. هنجيب الشفشق بتاع الخلاط، نحط فيه كوبايتين الميه الاول. بسم الله بسم الله. كده نحط الدقيق، كوبايتين الدقيق، كوبايتين ممسوحين، بس كده يا ستي. وهنروح على الخلاط وهنشوف هنعمل كده. بعد ما ضربناها في الخلاط هنحط معلقة زيت وهنضربها ضربة تاني، وهنرجع لكم تاني نشوف الخليط. بعد ما ضربنا الدقيق بالمية بمعلقة الزيت في الخلاط، هندور على اي شفشق عندنا او كوباية يكون ليها بوز من هنا، علشان واحنا بنفضيها في الصينية. هنفضيه دلوقتي، هنفضي الخليط دوت في الكوبايه دي والشفشق ده، اي حاجه بس يكون ليها بسبوز من هنا. هنا الطاسه في النار لازم تكون سخنه قبل ما نحط الكريب. كده الطاسه سخنت، هنجيب الشفشق وهنبدا نحط ونحرك كده في الطاسه. مجهزه شنطه، اي شنطه عندك في البيت، فتحيها بس نصين كده عشان هنغطي بيها عشان ما ينشفش. اهي شايفين الاطراف ثابت اهي من الجناب كده، هنقدر نقلبها. اهي اول واحده طلعناها، هنغطيها بالكيس ونعمل واحده كمان. اهو بنفضل نحرك فيها كده، ادي تاني واحده. بنملى الطاسه ونفضل نحرك فيها كده بشكل دائري لحد ما الخليط يملى الطاسه. معنى ان هي ثابت كده من الجنب يبقى هي كده استوت من تحت، ونقدر نقلبها. بسم الله. شايفين هي سايبه خالص اهي. بسم الله بنقلبها كده، احنا قلبناها. شايفين ما شاء الله عليها. البيتين دول عملوا لي 3 كريبات. هنحضر بقى الحشوه بتاعتها واوريكم الشكل النهائي. كوبايتين عملت لي 3 اهم، 3 وحدات. وانا جهزت الحشوه عندي، اي حشوه عندك واي نوع جبن عندك اعمليه. هوريكم. حطينا الجبن كده على الوش، عايزه تحطي كاتشب حطي، عايزه تحطي مايونيز، عايزه تحطي اي حاجه حطيها على الوش. هنرش بس حبه كاتشب. عايزه تحطي شطه لو بتحبيها سبايسي، بس كده. وبنبدا نلفها كده. اهم حاجه تظبطيها من تحت علشان خاطر مفيش حاجه تفتح منك. اهي بنقفلها كده وعلى الطاسه بقى، وتديها وش فوق ووش من تحت. قلبناها على الوش التاني، وده كده بقى شكله، وهنقدمه بقى كده. وده الشكل النهائي ليه، وبالهنا والشفا.
الكريب ده موفر جدا والولاد كلهم بيحبوه. بالهنا والشفا. يكون الفيديو انتهى، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس